بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وفي أحسن حال دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين. اقترب بقى موعد مولد الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل مع بعض النهاردة بقى فيديو جديد، وصفة جديدة أنا عملتها بكل الخطوات المظبوطة والمقادير المظبوطة، بس النتيجة ما ظبطتش معايا. تابعوا معايا الفيديو. لو أول مرة بقى تشوفوا قناتي فضلا وليس أمرا، اعملوا لايك واشتراك وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد من فيديوهاتي مطبخ ام عبد الله. بنسمي الله كده ونصلي على رسول الله. بنقول كده زي ما انتم شايفين معايا كده كسرولة او طاسة واي حاجة موجودة عندك، وبنحط فيها آه كمية كده من السوداني. دي كان حوالي كوباية ونص من السوداني، المقدار اللي انت تحبيه. ممكن تحط بقى سوداني، ممكن تحط لوز، ممكن تحط بندق، اي نوع من انواع المكسرات اللي عندك. بس الوصفة بتاعت النهاردة اللي هي النوجة، متعودين عليها ان هي نعملها او نجيبها بالسوداني. وزي ما انتم شايفين كده السوداني بتاعي متقشر اهو، بس الحبايه بتاعته كانت متصله ببعضها. فبايدي كده واحده واحده كده، وهو على النار، على نار هاديه خالص. بفصصه كده من بعضه وبنبدله كده، يعني تسخينه كده على النار، علشان المكسرات ديت لو فيها رطوبه او اي حاجه من دي بنشيل الرطوبه ونحمصها كده، يعني تبقى زي الطازه كده معانا. هو جاي طازة، بس يعني بعمله كده بديله تسخينة كده او تشويحة كده علشان يبقى مقرمش كده ويبقى حامص معانا في قلب في قلب الوصفة بتاعتنا. بعد كده بقى حطيته في حاجة تانية، وفي نفس الكسرولة او في اي طاسة تانية موجودة عندك، ومش شرط تكون تيفال او اي حاجة تانية، ألمونيا، تيفال، ستانلس، اي حاجة. المهم ان هي تكون حاجة نظيفة كده، وحاجة تكون عالية، علشان انتوا عارفين السكر والحاجات اللي زي ديت طرطشتها ممكن تبهدل اي واحد او اي واحدة. وبعد كده بحط كوبايه وربع من السكر، وعليهم ربع كوبايه من الميه زي ما انتم شايفين كده. والسكر بتاعي زي ما قلنا سكر تموين، سكر عادي خالص. وبعد كده بحط عليهم برضو كوبايه وربع من من العسل الكلوكوز. عسل الكلوكوز بيجي من عند العطار، بيبقى برطمان ابيض شفاف كده. البرطمان ب25 جنيه، ممكن تجيب ب22 جنيه على حسب كل مكان يا جماعه. كان البرطمان اللي عندي خلص، يعني كان فيه كده كوبايه، وكملت بقيه المقدار اللي عندي بعسل من اللي هو عسل النحل، اللي هو العسل العادي. وبمعلقه كده في نص في نص الكسرونه بتاعتك، بتقلبي تقليب بسيط كده علشان ما يعملش تكتلات من السكر. وممكن تعملي بقى بمعلقه سيليكون او باي حاجه. طبعا جبت معلقه سيليكون، خلصت بقى العسل الجلوكوز اللي كان في المعلقه اللي انا نزلت بيها. وفي نص في نص البول الكسرونه كده او الطاسه، بتقلبي تقليب بسيط كده لحد ما ما ندوب السكر وعسل الجلوكوز، ويدخل معانا في مرحله الغليان زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طبعا لازم يكون على نار هاديه، علشان السكر والميه وعسل الجلوكوز لما بيغلي بيفور، ممكن يبهدل لك الدنيا. وفي الوصفات اللي هي بتاعه السكر دي يفضل ان انت تكوني واقفه كده لوحدك في المطبخ، مفيش حواليكي اطفال ولا حاجه ولا حد، يعني عيل صغير او كده، علشان الغلطه من دي بتحرق وبتبهدل الدنيا. يعني ربنا يكفينا الشر وينجي اولادنا كده ويحفظهم من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. بعد كده بقى بجيب عصرة ليمونة كده، بشقها نصين، بتكون مغسولة طبعا وبنعصرها، بننضفها من البذر اللي فيها. لو ما عندكيش ليمونة ممكن تحطي على طرف المعلقة كده شوية من او ربع معلقة صغيرة كده من من ملح الليمون. بس يفضل طبعا تحطي عصرة ليمونة، لان الليمون يعني حاجة طبيعية كده. انما ملح الليمون الحاجات اللي زي دي ما تكترهاش في قلب الوصفات بتاعتك، علشان هي مادة حافظة، ويعني مضرة للبطن شوية. وبنسيب المكونات بتاعتنا كده على النار لما لحد ما تغلي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، وطبعا على نار هاديه زي ما قلنا. وبنسيبها بقى وبنروح للخطوه التانية اللي هي بقى نعمل المارينج بتاع النوجه. والخطوه الاولى بنفصل الصفار عن البيض زي ما انتم شايفين، وديت الطريقه. بتقسمي البيضه كده نصين، وبتنقلي الصفار في نص، وتسيب البياض ينزل في قلب بوله كده انت حطاها جنبك. وبترجعي تحولي الصفار للقطعة التانية من القشرة. او ما تقدريش تعملي كده، ممكن تجيبي كبشة كده او تجيبي مصفاية او اي حاجة، وتحطي فيها تقسمي فيها البيضة، هتلاقي البياض نزل في قلب الخرام بتاعة المصفى، والصفار هو اللي فضل معاكي. وفي بولة بقى او في حلة بتاعت عجان او اي حاجة تانية موجودة عندك، بتحطي بقى بياض بتاع كده بقى. نكون فصلنا البياض عن الصفار، هنعزل الصفار على جنب، ونبقى نعمل بقى اي وصفة تانية او تعملي بقى اي حاجة تانية الاولانية.
وبحط بقى ايه على البياض بتاعي، احنا عايزين بياض بيضتين 2 بس على المقدار اللي احنا عملناه، وبحط كيس من الفانيليا علشان الزفارة بتاعة البيض، ورشة ملح كده صغيرة بطرف ايدك. وبعد كده بتشتغلي بقى بالايه، بالمضرب اللي هو المضرب الكهربي. ممكن تعملي بالمضرب السلك اللي هو بايدك، بس في الحالة دي هتاخد منك وقت طويل شوية. اما مضرب الكهرباء هي ايه، هتنجز معاكي وهتديكي نتيجة كويسة. في المرحلة الأولى بيبقى البياض بتاعك بقى زي الرغاوي كده سايبة كده، وبعد كده بتعملي شوية برضو، تشتغلي شوية كده بالمضرب قيمة 10 دقايق أو ربع ساعة لحد ما يديكي النتيجة اللي هي زي الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وتبقى هي دي النتيجة بتاعة الايه، بتاعة المارينج بتاعنا كده، نكون عملنا المارينج بتاعنا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. يفضل ان انت تعمليه بالايه، بالمضرب الكهربي. تقلبي الحله كده او تقلبي البوله اللي انت عامله فيها، ما ايه، ما يقعش منك. تعرفي ان هو كده ايه، المارينج بتاعك طالع ناجح ومظبوط معاك. نيجي بقى بالايه، للسيرب بتاعنا او الشربات بتاع الايه، بتاع النوجه. وبنيجي نعمل له اختبار. ويفضل ان انت يكون عندك ترمومتر عشان تقيس درجه الحراره بتاعه الشربات بتاعك او السيرب بتاعك. بس انا ما كانش عندي ترمومتر، فعملت الخطوه دي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. بنجيب بقى ايه، بالمعلقه كده، وبتعملي نقطتين على طرف المعلقه. بتشوفي لما ينزل خيط طويل كده تعرفي ان هو لسه ايه، ما استواش. بتستني عليه شويه برضو كده على النار، برضو على النار هاديه مع التقليب البسيط، لما لحد ما تلاقي الايه، الخيط بتاعك، الخيط الطويل ده بقى ايه، بقى بيعمل نقطه كده في طرف المعلقه. يعني ايه، لو النقطه ديت إيه فصلت كده وعملت كوره كده في طرف المعلقه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، يبقى كده الايه لسه برضو محتاج شويه كده 5 دقايق كده او حاجه. وبسيبه كده بقى على النار شويه لما لحد ما يعمل ايه، إيه، قطعة كده. تجيبي اختبار، تجيبي حبة مية، وتحطي فيهم نقطة من الايه، من السيرب ده. وتلاقيه كده لو عمل معاكي كوره. في ناس قالت لي بقى لو عمل كوره والكوره دي اتكسرت تبقى النوجه بتاعتك هتطلع متكسره. لازم يعمل نوج بتاع كوره طريه كده علشان النوجه بتاعتك تطلع طريه معاكي وتطلع بتمط كده وحلو. فانا عملته بالطريقه دي، ومرضتش اسيبه لحد ما يتكسر. وبعد كده بقى ايه، بنجيب بقى الايه، العلبه او الحاجه اللي احنا هنحط فيها النوجه بتاعتنا، وبندهنها كده نقطه زيت مع كيس بلاستيك علشان ايه، النوجه بتاعتنا ما تلزقش. ما فيش زيت، ممكن تعملي بشويه نشا وشويه سكر مطحونين. انا ما حطيتش نشا وسكر في الارضيه، حطيت نقطه زيت بس كده. وبعد كده بقى بنجيب المارينج بتاعنا اللي هو بياض البيض، وبالمضرب برضو او تعملي بايدك، وبالسرب اللي احنا عملناه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وبتنزلي عليه واحده واحده كده علشان تسوي البياض البيض بتاعك او تسوي المارينج بتاعك. وبتضربي بقى، بتشتغلي كله كده ايه، واحده واحده زي ما انتم شايفين بالشكل ده. مشيت على الخطوات المظبوطه وعملت زي ما كانوا بيعملوا بالظبط اهو. وحتى كده ايه، لقيت المارينج بتاعي يعني ايه، مش بيجمد كده زي ما بيقولوا. فياريت تشوفوا الفيديو بقى وايه، وتقولوا لي ايه اللي حصل او ايه الغلط اللي عندي، لان انا مش عارفه بالظبط. وفضلت اضرب كده لما لحد ما خلصت كل الكميه بتاعتي. ضربتها كده يجي 10 دقايق زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. اللون بتاعها فاتح وسايبه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا ريت بقى يا جماعه كده نصلي على الرسول كتير. الايام دي بقى مولد النبوي عليه الصلاه والسلام، واحسن حاجه ان احنا نعملها ان احنا نكسر من الايه، من الصلاه على المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد كده بقى بنجيب السوداني بتاعنا او اي نوع من المكسرات بتاعتك، وبتنزلي بيها، بتكون ايه لسه دافيه كده ما بردتش. وبتنزلي بيها بقى على الايه، على النوجه بتاعتك، وتقلبي زي ما انت شايفه بالشكل ده كده. وبعد كده بننزل بيها بقى في العلبه بتاعتنا، العلبه اللي احنا هنحطها فيها. وزي ما بيقولوا كده، لو انت عايزه بقى الارتفاع بتاعها يبقى عالي بتحطها في حاجه ضيقه. لو انت عايزاها تبقى ايه، رقيقه كده او ارتفاعها مش عالي، بتحطها في حاجه واسعه عن كده شويه. بنزل بقى بكل المقدار بتاعي زي ما انتم شايفين اهو. هي نازله سايبه معايا ما جمدتش. وبرجع بقى بحطها ايه، حطيتها في التلاجة يعني ايه، حطيتها ليله كامله. وزي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. بنخلص بقى كل الحاجة اللي موجودة في الحلة بتاعتنا او في البولة بتاعتنا، عشان الحاجة اللي احنا عاملينها يعني ايه، مقادير يعني حاجة غالية وكده. ما فيش داعي ان انت ترمي حاجة عشان خسارة، نرمي حاجتنا ونرمي الفلوس اللي احنا بنجيبها. بالشكل ده كده خدتها ودخلتها في التلاجة اهو، وسويتها زي ما انتم شايفين بالمعلقة كده. لو وصلتوا لحد بقى هنا في الفيديو، فضلا وليس امرا اعملوا لايك واشتراك، وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد من فيديوهات مطبخ ام عبد الله. حطيتها ليله كامله في التلاجة زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وطلعت جامده معايا شويه. وبعد كده ايه، حطيت بدرت الوش بتاعها كده بشويه من الايه، من النشا.
وقلبتها على الصينيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وشلت الكيس منها، شلت الكيس البلاستيك منها، وحطيت عليها برضو شويه نشا كده من على الوش. بس النتيجه هي ما كانتش جامده قوي زي ما انا عايزه، بس يا دوبك سبتها كده ايه، جبت السكينه بقى وقطعتها، لقيتها ايه طريه معايا خالص اهو. هو الطعم كان زي النوجة بالظبط، بس القوام بتاعها بقى او السمك بتاع او السمكه بتاعتها او الطراوه بتاعتها ما كانتش زي ما انا عايزه. طلعت سايبه معايا كده وطلعت طريه خالص زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو. بمسك واحده كده لقيتها لسه طريه وسايبه معايا خالص. طبعا مش هرميها، هنتصرف فيها ونعمل بقى نعمل بقى وصفه تانية. وبكده اكون عملت النوجه بتاعه المولد النبوي يا جماعه، وباظت مني والحمد لله. زي ما انتم شايفين كده عملتها بالمقادير المظبوطه والخطوات المظبوطه، وما طلعتش ايه بالنتيجه المظبوطه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. والحمد لله فلوسها راحت مني على الارض، بس ايه هي مش راحت على الارض قوي، هنعمل لها ايه وصفه تانية زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. ولو وصلتوا لحد بقى هنا في الفيديو شوفوا الايه، شوفوا انا غلطت في ايه، لان انا عملتها بالمقادير المظبوطه والخطوات المظبوطه، بس النتيجه طلعت معايا مش مظبوطه. لو وصلتوا لحد هنا بقى في الفيديو قولوا رايكم وقولوا لي ايه الغلطه اللي انا عملتها. ولو عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا اعملوا لايك واشتراك، وفعلوا معايا زر الاشتراك عشان يوصلكم مني كل جديد من فيديوهات المطبخ ام عبد الله. استنوني في فيديوهات جايه كتيره. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.